صباحو، ايه الاخبار؟ اكيد ما نسيتوش المطبخ وما نسيتوش الفايبس دي فايبس فلوج. ده فايبس بتاعت الويب. فالنهارده هتصور فلوج من لغايه التمرين، يعني هتصور فلوج من اليوم في بدايته والتمرين. النهارده عندي اول يوم من السايكل، فهيبقى عندي فيه سكوات وبوز ديد ليفت. وعلينا يعني اليوم هيمشي ازاي. اصلا كده الجدول، انا حاليا بتمرن باور ليفتنج، والجدول يعني المدرب بتاعي حاليا هو كابتن محمد ادريان، هو اللي عامل لي كل حاجه من حيث التمرين ومن حيث التغذيه، مديني الماكروز والكالوريز ومديني جايد لاينز ومعينه وبمشي عليها. فالمهم من غير كلام كتير، هو هسيب لكم اليوزر بتاعه هنا في الانستجرام، ممكن عشان تعملوا له فولو، واليوتيوب بتاعه تحت في الديسكربشن اعملوا فولو. ينزل محتوى كويس جدا وينزل فلوجز، والفلوجز بصراحه اقل ما يقال عنها ان هي رائعه. فشوفوها واعملوا له سبسكرايب. ودلوقتي المفروض ان انا بجهز عشان انزل التمرين. يبقى عندي مشوار بس قبل التمرين نروح اعمله، وبعدين نروح على التمرين. طيب، بالنسبه للماكروز والكالوريز اللي انا مش عليها دلوقتي، فهي تظهر هنا كده. وحاليا انا مش هعرف افطر صراحه، مش هلحق. فهاخد البري ورك اوت بتاع شركه ايفولف. فهاخد البري ورك اوت عشان نجهز النزول. شربت كوبايه قهوه صغيره كده، بس يعني انا مش بثق في الكافيين في القهوه، فهي طقوس، بس طقوس صباحيه يعني. فناخد سكوب من البري ورك اوت ونجيت هايدريتد كويس. يعني انا شربت تقريبا نص ازازه زي دي، فاقول مثلا 700 مللي في اليوم حتى الان يعني. اقول مثلا دول 500 مللي، لسه في شويه. فايه فحاول ان احنا نجيت هايدريتد قدر الامكان عما اجهز والبس وانزل وبتاع. هاخدكم معايا كده في اليوم ونشوف هيمشي ازاي. بخصوص التمرين صايم او مش صايم، بصراحه هو الحوار ده فيه سيلف بريفرنس شويه. انا بالنسبه لي يعني ما حسيتش فرق كبير قوي. طبعا لما تكون اكل وفي اكل كويس في معدتك ومش عارف ايه، واسف، والسيركيليشن فيها جلوكوز ومش عارف ايه، التمرين اكيد بيبقى احسن يعني. ولكن انا امبارح متعشى متاخر جدا. يعني امبارح متعشى الساعه اخر وجبه يعني كانت الساعه 3 او 2 ونص. فمش حاسس ان انا قادر ان انا ادخل اكل تاني. مش احسن حاجه. وانا مش من النوع اللي ما بحبش ان انا احط ملح في البري ورك. انا من النوع اللي ما بحبش اكل وانا مش جعان، او وانا مش جاي نفسي. بحس ان فيها جزء من اللي هو لا حرام يعني، فاهم؟ اللي هو كل وانت في نفس اكتر، او انت في شهيه افضل يعني. فالمهم ادينا بنجهز البري ورك. وممكن اعمل سكوب كارب اخده معايا وسط التمرين، ان كيس يعني اللي هو حبيت احسن الدنيا كده. وفي اليوم باخد 10 جرام كرياتين. هاخد دلوقتي سكوب بعد البري ورك اوت كده بشويه، هاخد سكوب كرياتين. وبعد التمرين ممكن اخد سكوب تاني. بس فمش عايز ارغي كتير، ومش عايز اكل من وقت الفيديو كتير في الاول. بس حاسس ان انا وحشني الفلوجز جدا. يعني انا بصراحه وحشني جدا الجو بتاع الفلوجز، وان احنا نقعد نتكلم مع بعض كده ومش عارف ايه. انا بحب الكاميرا بصراحه. يعني انا بحب وقفه الكاميرا. فيا رب يكون فلوج خفيف على قلوبكم وتستمتعوا بالفلوج. انا حاليا السنه دي انا عايز ان انا اجهز للبطوله وكده. فقدر الامكان احاول استغل الوقت بافضل قدر ممكن عشان نكون جاهزين بشكل كويس لبطوله باور ليفتنج. وطبعا اكيد انا مش هنزل البطوله من دماغي، او مش هحدد من دماغي. فكوتش برضه هو اللي هيقول لي تمام او مش تمام، هو يديني كونفirmation. بس انا عايز استغل اكبر قدر من الوقت، بحيث ان انا اروح جاهز بشكل كويس وما اضيعش وقت في الاخر، خصوصا بقى مع الامتياز والشغل والكلام ده. مش عايز ان الوقت يضيع. ناو في الطريق اداء التمرين. وزنت من شويه، يعني وزنت يعتبر شارب ميه بس. استوزن اول ما صحيت. وزني كان 79 و7، وده شيء كويس برضه يعني بالنسبه للكالوريز اللي انا كنت متوقع ان انا ازيد عليها بشكل كبير. فالى حد ما ثابت. فدلوقتي رود للتمرين، نشارك التمرين مع بعض من جوه بقى، من جوه الجيم. ان شاء الله تبقى فايبس حلوه. حاليا بقى من اكتر الحاجات اللي بعملها دلوقتي، انا مش عارف انا كده ظاهر في الكادر ولا لا، فانا هنزل كده شويه. يعني من اكتر الحاجات اللي دلوقتي بتتعمل ان انا حرفيا ما بعرفش امشي من غير ما يكون معايا تليفون اللي هو عليه التمرين. ليه بقى؟ لان الاوزان مكتوبه، فالمخ مش دفتر، فاوتوماتيك هنسى. فكل شويه لازم اللي هو شيك النهارده مثلا سكوات كذا كذا كذا، تمام. بعد كده خلاص انا حفظت، اسيب التليفون شويه، انسى اصلا انا كان عندي بعد كده.
مش انسى عندي الاوزان اللي عندي ايه، فارجع تاني ابص واسجل مش عارف ايه. فدي احسن حاجه، ان هو انت حرفيا في معاك مدرب كاتب لك كل حاجه. انت مش شايل هم حاجه، انت بس بتنفذ الكلام اللي مكتوب. يو هاف يعني ايه، يو هاف ذا رود، وانت بتكمل على الايه، على على الماب بقى، انت بتدوس. ف ثانك يو يعني، او شكرا لكابتن ادريانو. ف دلوقتي احنا عندنا الايه، سكوات وبوز ديد ليفت. ف نخش. ايزي، فهندوس عادي. في البوز ديد ليفت، فهو الوزن يعتبر المفروض 110. فالمفروض مطالب ان انا اجيب عدات معينه في نطاق ار بي اي معين. والمره دي هلعبها بيلتد. والبيلت ده ممكن تجيبه من لوك اند ليفت، هسيب لك اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن بتاع الفيديو. فالمفروض دلوقتي العب البوست ديد ليفت ده بطريقه معينه، بار بي اي برضه معين. فنراجع الار بي اي تاني من الفون عشان نتاكد احنا داخلين الايه، المجموعه صح.
محبش الصراحه ان الفلوج يقفل بدري قوي كده او قصير قوي كده، فقلت نتكلم في موضوع معين، والموضوع ده بصراحه يعني شايف ان هو ليه اكتر من رأي، وانا كونت منظور يعني، او حاولت ان انا اشتغل بطريقه معينه سواء مع نفسي او اي حد مثلا في التمرين او كده، تبقى هي ماسكه البوينت اللي في النص ما بين الرأيين. اول حاجه ان تمارين الموبيليتي او تمارين المرونه، هو مفيش حاجه اسمها تمارين مرونه، ده الكونسبت الاولاني، وان هو التمرين بيحسن المرونه، وان الاسترتشات وانك تعمل تمارين استرتشات عشان تحسن مدى معين دي حاجه انت مش محتاجها. وعلى الجانب التاني ان هي دي مهمه جدا، وانت لازم تعمل تمارين استرتشات ومش عارف ايه عشان تتعود على المدى، وعشان تبقى انت كويس في التمرين. طب انت او انا مع اني او انا مع اي رأي فيهم؟ انا بصراحة مع الرأي الاولاني، ان تمارين الاسترتشات هي مش حاجة اساسية ان هي تخليك تعمل التمرين بشكل كويس او انك تتحسن لك المدى. طب ليه؟ لان غالبا احنا بنيجي نعمل تمرين معين عايزين نحسن المرونة فيه، بيكون غالبا تمرين لودد وتقيل، زي مثلا زي السكواتس. انا عايز احسن مرونتي في السكوات بوزن، فانا هقعد اعمل تمارين للانكل موبيليتي، تمارين للهيب موبيليتي عشان احسن الهيب موبيليتي، وبعدين اعمل سكوات. ممكن يكون جزء من الصورة صح، ولكن مش دايما الموضوع بيكون ضعف في الموبيليتي قد ما بيكون ان العضلات نفسها ممكن تكون ضعيفة، او بعض العضلات اللي ممكن تكون مسببة ان الرينج مش عارف تيجي بشكل كويس هي ضعيفة. يعني ناخد على سبيل المثال، ومش دايما على فكرة بتكون المشكلة في السكوات من الانكل موبيليتي، ومشكلة الانكل موبيليتي دي حلها سهل جدا، اسهل بكتير ما انت متخيل. خلينا ناخد الايه الهب كبدايه. اغلب الناس وهي بتلعب سكوات دايما تقول لك انا بشتكي من بين في الهب من عند منطقه الجروين او عند منطقه الضم، ولما بيجي يضيق الستانس بتاعته او بيلعب بستانس ضيقه تلاقيه بيلعب باداء كويس جدا ورينج كويس جدا. هل دايما المشكله بتكون ان هو عنده مشكله في الرينج؟ ممكن يكون هو الشخص ده اولا مورفولوجيكالي، او هو تكوين جسمه مش مناسب ان هو يلعب مثلا بستانس معين. دي نقطه على جنب. خلينا ناخد نقطه ثانيه على جنب تاني، ان هو الشخص ده اصلا ممكن يكون الادكتورز او عضلات الضم عنده ضعيفه. احنا اغلب الوقت بقت اغلب الناس قاعده ما بتروحش في رينج كبير مش عارف ايه، فالضم عامه من العضلات اللي عند ناس كتير قوي ضعيفه، والرينج بتاعها قصير. هي غالبا اغلب العضلات لما بتكون ضعيفه ما بتبقاش رينجها كبير اصلا. ف فمثلا الشخص ده لما يجي يلعب سكوات بوزن ويعرض العضله دي لايسنتريك لود، ايه اللي هيحصل؟ هتعمل حاجه زي جاردنج ميكانيزم كده، ان هي مش متعوده على حاجه زي كده، فتخليه يرجع تاني، او هو يديله اشاره بالبين، لان المكان ده كده احنا مش هنعرف نعمل فيه ايه المدى. فبالتالي لو شخص بدا يمرن الضمه بتاعته، ايه اللي هيحصل؟ جهازه العصبي ان هو هيتعود ان العضله دي بيحصل لها ستريتش عادي خالص وتحمل ايسنتريك لود. بالتالي لما انت تيجي تحط لها ايسنتريك لود وانت تلعب حاجه زي الباك سكواتس، هتلاقي الدنيا معاك سهله جدا. والضمه من العضلات اللي بتحسن الاكتيف رينج بتاع الانترنال روتيشن، فانت لو قويت العضله دي هتبقى انت حسنت الموبيليتي، وحسنت قوه العضله وقوتها ان هي تتحمل ايسنتريك لود وانت تلعب سكوات او ليج بريس. فاغلب مشاكل الجروين بين بتكون ضعف في العضلات. نفس الفكره بالظبط هتلاقيها في الهيب فليكسرز بقى. يقول لك انا الهيب فليكسرز عنده قصيره فلازم اعمل لها تمرين استرتشات عشان العضله تكون احسن، فتلاقيه بقى ايه عامل 50,000 استرتش في الجدول بتاعه عشان عضله الهيب فليكسرز عنده قصيره. على الجانب الاخر هي ممكن تكون ضعيفه اصلا، يعني ممكن تكون العضله ذات نفسها ضعيفه فقصيره، او هو مش قادر يحط عليها لود. سواء مثلا الشخص ده مثلا بيجري كتير، لو هو بيجري مثلا والعضله دي عنده ضعيفه او قصيره، هو مش هيعرف يجري بشكل كويس، وهيحس دايما ان هو مع السبرنتات ومع الجري حاسس دايما ان هي فيها بين، وفي ناس بتحس ان هي بتطق معاهم، فممكن يكون العضله ضعيفه. يعني مش دايما تكون فكره ان الاسترتش لازم يتعمل عشان العضله تكون في رنجها الطبيعي، ممكن تكون العضله محتاجه تقويه. وهل التقويه دي معناها ان العضله مش بتروح في ستريتش؟ لا، انت لو لاحظت اي تمرين مقاومه عامه بتعمله، انت العضله بتروح في ستريتش وبتروح في انقباض، وده نفس اللي بتعمله بالظبط فين؟ في تمرين الاسترتشات. تمرين الاسترتشات او تمرين الموبيليتي او تمرين خلينا في مصطلح الاسترتشات، بتروح في العضله في رينج ستريتش وبتثبت في الرينج بتاع الاسترتش ده، والرينج ده مش بتروح فيه رينج مؤلم، بيبقى رينج مش مؤلم قوي، وبتحاول انك تحسن الرينج من خلال كده. طيب لو جيت تتخيل نفس الفكره بالظبط، هتلاقي تمرين المقاومه بتعمل نفس الحوار. تعال ناخد كذا مثال للتمارين، وهتلاقي ان هم في الاخر متقاربين جدا، وهتلاقيهم كلهم بيعملوا نفس الكونسبت. هقول لك مثال. اول حاجه عندك تمرين الضمه. فكر معايا في الاسترتشات اللي انت ممكن تعملها للضمه.
هتلاقي ان هي بالظبط نفس الرينج والمدى اللي بتحطه في الايه، في التمرين، في تمرين الضم. طب انا ده تمرين وبيحط لود ومش عارف، طب ما تستخدم وزن اقل. نفس اللي بتعمله بالظبط في الاسترتش بتاع الضمه. هل انت في اول ما بتروح في الاسترتش بتاع الضمه بتقوم رايح بقى عامل اكبر رينج متخيله زي بتوع الكاراتيه مثلا وكده؟ لا، انت بتروح في استرتش قادر ان انت تتحمله فتره معينه، وبعد كده لما الدنيا تتحسن بتزود الرينج. هناخد مثال تاني. ايه تاني بتعمل له استرتشات مثلا في الانكل، انكل موبيليتي دريلز، نفس الفكره. تروح في دورسي فليكشن بتصبر فيه شويه مش عارف ايه، بتروح وبترجع عليه. تمرين الكاف ريزز بيعمل كده. طيب تعالى ناخد مثال تاني لتمرين ستريتش بيتعمل، اللاتس، الاوفر هيد لات ستريتش. نفس الكونسبت بالظبط بتعمله في السنجل ارم لات بول داون. وجيت بقى تجمع الكلام اللي احنا قلناه ده كله، فانت ترتيب التمارين ممكن يكون سلاح معاك عشان تحسن الرينج. تعال ناخد مثال. انت متعود مثلا تعمل اوفر هيد لات ستريتش قبل ما تلعب اوفر هيد بريس، او قبل ما تلعب ميليتري بريس مثلا بالبار، تلعب 1 ارم لات بول داون قبل ما تلعب الميليتري بريس او الهاي انكلاين دمبل بريس. هتلاقي ان الرينج بتاعك اتفتح، وهتلاقي انك قويت عضلات اللاتس اكتر، رحت في رينج اعلى، رحت في الاكتيف رينج كله، وعملت اكتيف كونتراكشن ومش عارف ايه. نفس الادابتيشنز بالظبط اللي بتتعمل اثناء الاسترتش غالبا هتلاقيها تتعمل معاك اثناء الايه، اثناء التمرين في المدى الحركي الكامل. فبالتالي مش دايما المشكله بتكون نتيجه ان انت محتاج تعمل استرتشات عشان عضله قصيره. تاخد معاك مثال كمان، الصدر. انت بتعمل مثلا استرتش للصدر بتعمل كده، طب ما انت بتعمل كده في البيك فلاي ماشين، انت ممكن تعمل بيك فلاي ماشين قبل ما تعمل حركه صدر. سيم كونسبت، مع اختلاف بقى الار بي اي ومع اختلاف البروجرامنج اللي انت هتعمله، بس هي ذا سيم كونسبت لو جيت تفكر فيها. تقول لي مثلا في تمارين معينه للموبيليتي لحاجات معينه صعب ان احنا نعملها في التمرين، هقول لك ماشي تمام، ممكن دي تعملها مثلا زي في تمرين مثلا عشان تحسن الارش بتاعك في البنش بريس ممكن تعمله بالفوم رولر. هل ده تمرين ممكن يمامك حركه معينه انت بتعملها في الجيم؟ ممكن اقول لك التي بار رو مثلا لو هتعمل ثراسك فليكشن واكستنشن بس مش هيديك نفس المدى، فممكن التمرين ده تعمله عادي خالص من غير وزن، يعتبر تمرين موبيليتي. ولكن انت مع وقت معين ممكن لو عايز تحسن من التمرين ده او ادائك في التمرين ده تستخدم وزن عادي خالص. وطبعا لو استخدمته كورم اب مختلف على لو استخدمته ان انت حاجه عايز تكسب بيها رينج، عايز تستخدمه كورم اب ماشي، هو كورم اب دريل، هو مش هتكسب منه ادابتيشن مختلف. عايز تكسب منه ادابتيشن مختلف انت محتاج تحط ستريس بطريقه مختلفه او بطريقه معينه مناسبه ان هي تديك ادابتيشن. فهي ده الكونسبت. نفس الفكره في الاسترتشات برضه. الاسترتشات لو كان بلود، او انت واحد متعود انك مثلا بتلعب لات بول داون بكيلوات كتير مثلا وبتوصل في الاوفر هيد، قمت رايح اعمل اوفر هيد ستريتش وما وصلتش لرينج معين ولا عملت ستريتش بفورس معينه، مش هيديك حاجه. هي بس ممكن تديك احساس مثلا ايه اللي هو حصل تنشن بسيط في اللاتس، لكن هل هتديك رينج زياده؟ لا. يعني لو انت عندك رينج كله وعملت كده، هل ده يعني هيديك حاجه زياده؟ لا. وطبعا في نقط كتير قوي برضو في المعادله، مثلا زي الكور بتاع قوته عامله ازاي، اللي هو البريسنج بتاعك، انت بتقدر تعمل بريسنج بشكل كويس ولا لا، الاورينتيشن بتاع البلفس بتاعك وانت بتتحرك عامل ازاي، الكلام ده كله. نقطه ثانيه كنت عامل عنه فيديو برضو يظهر قدامنا هنا في بودكاست، يعني كنت بودكاست مع نفسي كده، كنت بتكلم في الموضوع ده. الغرض الاساسي من الاخر ربع ساعه في الفلوج ان انا اقول لك ان دايما خلي نظرتك للتمرين اوسع شويه. ترتيب التمارين هو فعلا ممكن يكون تول معاك تساعدك انك تنقل الاداء بتاعك في حته ثانيه حرفيا، او تنقل الاداء التمارين اللي كانت عندك مش كويسه تحسنه بشكل كبير جدا. وصلنا لنهايه الفلوج. انا قفلت الحمد لله النهارده السعرات وقفلت الماكروز. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بالفلوج بتاع النهارده، وان شاء الله ربنا يلهمنا الثبات ان احنا نصور فلوجز اكتر ونستمر في نشر المحتوى. وما تنسوش اللايك والسبسكرايب والحاجات الحلوه دي، والسلام عليكم.